ويا أهلا وسهلا بالجميع. اليوم الوصفة الترند اللي مكسر الدنيا اللي هو ساندويتش الهبة، بسويه معكم بطريقتي وبعطيكم بدائل وخيارات. أول شيء بصحن أخلط الزعتر والسماق وأضيف لهم زيت الزيتون. بعدين أجيب الخبز المفرود، بشيل الطبقة اللي فوق أخليها على جنب، الطبقة اللي تحت أدهنها بالخليط، بعدين أدخلها الفرن لين تتحمر. الحين بسوي الحمسة. أنا اخترت إني أسوي حمسة اللي هو الباذنجان والموزاريلا. بمقلاة على النار حطيت زيت زيتون وثوم، حمست، بعدين أضفت طماطم بدون القشر، حمست، بعدين حطيت البهار عثماني والبابريكا والملح والفلفل الأسود ومكعبات البطاطس والباذنجان المقلي، قلبتهم لين تسبكوا، سكرت النار. الحين أضيف دبس الرمان والجوز المفروم، الكزبرة المفرومة، أحركهم مع بعض لين يتجانسون. بعدين آخر إضافة اللي هي جبنة الموزاريلا، أخليها بس كذا على الوجه تذوب على راحتها، وبكذا تكون حمسة الباذنجان والموزاريلا جاهزة. طيب هذه الخبزة اللي رفعتها بالبداية بجهز خلطة اللبنة. عندي هنا لبنة حطيت عليها رشة من الزعتر ورشتين من النعناع مجفف، أحب نكهة النعناع مجفف. خلطت خلطة اللبنة وبعدين دهنت الخبزة كاملة بالخلطة. الحين أضيف اللي هي حمسة الباذنجان والجبنة الموزاريلا، وترى الإضافات اختيارية، يعني ممكن تحطون خلطة اللبنة شرايح خس وطماطم وخيار والخبزة مقرمشة، يعني خذوا راحتكم بالخلطة، أو ممكن مكدوس الحالة. حطيت الحين الخس ونجي لأجمل فقرة اللي هي الخبزة اللي أنا محمصتها بالفرن. أبيكم بس تسمعون الصوت. وبعد ما استمتعنا بصوت القرمشة لفينا الساندويتش، قطعناها لقسمتين، قدمناها مع الشاي بالنعناع. الوصفة لذيذة سهلة سريعة، سووها بأي طريقة تعجبكم، ضروري ضروري تجربونها. والحمد لله طبقنا ساندويتش الهبة. إن شاء الله تكون وصفة عجبتكم، صحة وعافية وهنا على قلوبكم.